يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ليتك ترانا يا عمر، ليتك ترانا يا عمر، ليتك ترانا يا صاحب الدرة، حينما يسب النبي صلى الله عليه وسلم يهجم الصحابة على من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيجتزون رأسه. نعم اقتلوه، نعم اقتلوه، واحكموا يا محاكم عليهم بالقتل، فليمت ملعونا وليمت مخذولا، وإن تاب فأمره إلى الله جل وعلا. يسبون الله، يشتمون الله، يكفرون ويش نبغى بالحياة، ويش عذري يا قصيدي، ويش عذري يا قصيدي، ويش عذري يا قصيدي، يوم حان الوقت حانا، ويش عذري يا قصيدي، والنبي سبه جنابا، ويش قولك يا القصيد، يا الرصيد يا اللسانا، كان ما ثبت عنا باللحون وبالكتابة. يا قلم سجل كلامي، سجل الآلات وانا، والمشاعر ثايرة، والقول في محكم كتابة. كيف عرض المصطفى في تالي الدنيا يهانا، حسبي الله يا كلاب الشر وجحوش العصابة. من يدافع عن رسول الحق والدعوة سواه، يا الوسود يا النمور يا الصقور يا الذياب. ويش نبغى بالحياة إن كان عرض ما يصانا، يوم عباد البقر سبوا وزادوا في سبابا. ما رضينا له شتيمة، ما رضينا بالمهانة، نور براس الشريعة ساد دربه مع شرابه. ما رضينا له شتيمة، ما رضينا بالمهانة، نور براس الشريعة زاد دربه مع شرابه. يوم تجريد السيوف ويوم تخضيب السنانة، ما تكاسل عن طريق بالرسالة قد مشابه. يوم كان الجهل سايد بان نور الحق بانه، شي يبين في كتاب قد قرابه من قرابه. نفتديه بكل غالي قمة الحب وغلانا، بعد حب الله نحبه جل قادره والمهابه. بان حقد الحاقدين صار واضح للعيانة، ولا بقى فيها كلام ولا بقى غير المجابة. ديننا دين السلام وهدي طه يا هدانا، رحمة الهادي محمد سيف قول الله نصابا. نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا، نحمده رب الجلال صادق الوعد بكتابه. نحمده اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا، نحمده رب الجلال صادق الوعد بكتابه. نحمده اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا، نحمده رب الجلال صادق الوعد بكتابه.